السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ده روتين صباحي زي أي أم الصبح بتقوم بتحضر المشروب بتاعها وبتبدأ في سندوتشاتها ودنيتها. أهم حاجة أيام الامتحانات، خصوصا احنا داخلين على فترة الامتحانات. احنا بنمتحن حاليا، احنا الأزهر بنمتحن بدري من بعد العيد، من يوم الاثنين واحنا مبتدئين المهام الأدائية، وبعد كده دخلنا في الامتحانات. خلاص فاضل لنا يوم السبت وخلاص على كده، النهارده الأربعاء بس. فالحمد لله. انتي ده طبعا المدارس العادية او المدارس الخاصة لسه هنبدأ بقى في امتحانات المستوى والحاجات دي. اهم حاجة ان انتي تفطري من الصبح تمراية، حتى تمرة خفيفة من 1 ل3 على حسب نفس الطفل. لو يقدر ياخد كوباية لبن يا ريت. سندوتشاتهم كتريها شوية، حط لهم بسكوت، حط لهم خبيز العيد، خصوصا خبيز العيد متوفر دلوقتي، خبيز اللي بيحبوه. حط لهم في السندوتشات على اساس هم اساسا بيقوموا وبيخلوهم بيجوا يكملوهم هنا في البيت. تمام. شوية لو بيحبوا ربنا موسع عليكي شوكولاتة زبادي بتاع في العلب الصغيرة دي بتاعت الشوكولاتة، بتبقى صغيرة وسعرها صغير. تمام. بس اهم حاجة ان انت تفضي نفسك ليهم، تفضي نفسك ليهم بقدر الامكان. حفزيهم دايما. انت مش بتحبيهم عشان درجاتهم، هم مش بتحبيهم عشان اي حاجة. تحفزيهم، انت بتعمل اللي عليك عشان ربنا يكرمك، انت بتعمل اللي عليك عشان بص من زرع حصد يعني. تمام. انت بتعمل اللي عليك والنتيجة دي بتاعت ربنا. بس اهم حاجة ان احنا نعمل اللي علينا، مش نقعد مرتاحين وفي الاخر نقوله اصلي كاني اصلي ماني. تمام. اهم حاجة يصلي ركعتين. حيوا سنة الركعتين، هم يصلوا ركعتين قبل ما ينزلوا علشان ربنا يبارك لهم كده. اهم حاجة لو عندك اكل عايزة تعمليه يا ريت قبل ما يجوا، خصوصا لو امتحانات كل يوم الصبح بدري. ده كان بعد الفجر مباشرة بتلمي الغسيل، ومنهم هم بيروحوا وبيجوا بيتشطفوا.